السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا عجبك الفيديو وما تنساش تضغط على زر الاشتراك واللايك. القضية اللي دارت ضجة هاد اليومين بسبب التسريب اللي سرب الصحفي المهداوي، وثار جدال كبير حول النقاشات اللي دارت في ذاك التسريب والمؤامرة اللي دارت عليه وهذوك الأمور. اليوم كيخرج عبد الإله بن كيران في تصريح قوي 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 جدا، وكيعطي شي بعض المعلومات وكيعطي بعض الاستفسارات حول القضية. شاهد ردة الفعل ديالو. فهمتي. ودابا علاش قبلت انا باش ندخلوا للحكومه من بعد البلوكاج. هاد الحادثه اللي وقعت للمهداوي، تخيلوا تبعتيو داك الشيء ياك. الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير. السي ادريس الازامي شاف الفيديو قبل مني. انا شفت الاعلان اللي داروا للمهداوي قبل منه، ولكن ما شفتش الفيديو. انا يسحبني الفيديو غتنشر حتى البارح. هو تنشر ساعه من بعد، يمكن ساعه من بعد الاعلان. انا ما فهمتش مزيان. السي ادريس غير شاف الفيديو وبدا كيكتب البلاغ الذي اشيد به من قبل عدد كبير من الذين اطلعوا عليه. انا ملي جا البلوكاج وعفاني جلالة الملك، كنت خايف من جهة تدخل الحكومة بعد ما كان عندها نفوذ أصلا كبير في المغرب. البام طبعا، البام وهو اللي كان الثاني، وجا حتى في البلاغ. خفت لذاك البام بعد النفوذ اللي كان عنده، وانا في رئاسه الحكومه. كان السي هادشي راه جابتو جنافريك، ماشي انا تنختلقوا. هذاك البلد ديال الياس العمري كان كيستقبل في لا فيلا مونضارين، هادشي مكتوب. كيستقبل وزارات، يستقبل رؤساء مؤسسات عموميه، كيديروا الصف، تيحل معاهم المشاكل ديالهم مقابل ما لا يعلمه الا الله، الله اعلم. وعندي معلومات ولكن ماشي يعني. خفت، قلت هادو اش داروا وانا في رئاسه الحكومه؟ اذا تولاو رئاسه الحكومه مع النفوذ ديالهم، خفت على كل شيء. ونقول لكم واحد القضيه، خفت حتى على النظام الملكي. الا كنتيو كتفهموا السياسه. وهذا الشيء خلاني، لان هذيك الدخله ديالنا في الحكومه ديال السي سعد الدين العثماني هذاك خطا سياسي ما فيها لا اله ولا حتى. لانه قبل منا الاتحاديين داك الشيء اللي داروا، هما كانوا كيقولوا نكملوا الاوراش ديالنا. نهار اللي سيدنا عين جطو ما عينش عبد الرحمن يوسفي ولا عين حتى شي واحد، فهمتيني ولا؟ وهذاك الشيء تسبب لهم فيما ترون اليوم، البهدله. هذاك راه الحزب اكبر منا، ما كنظنش شي نهار غنكونوا حنا قدو. بصراحه نقولها لكم، ذاك الحزب كان كبير حقيقه، ولكن في ذاك الوقت انا الدافع ديالي اللي كان الاول هو هذا. خفت من كلام، لا خاف بحال كل شيء الناس. وقبلت هذه القضيه، وان كنت قد قبلتها على مضض، لانه تخيل دابا ذاك المنظر اللي شتيو البارح في هذيك. تخيلوا الدوله وقعت تحت النفوذ ديال هذا التيار. هذا تيار، ما فيش غير هذاك الحزب اللي تكلمتوا عليه. هذا تيار فيه شنو غيكون المصير ديال المواطن المغربي العادي. اذا كان المهداوي اللي ولا شخصيه وطنيه كبيره، فهمتيني ولا؟ شنو داروا له، شنو كيفاش يتكلموا عليه وكيفاش الى اخره. ومشى كل شيء اللي بغينا نقولوا الاحتياطات اللي كتكون في الدول ديال الاحترام والتوقير وعدم التداخل، يعني ماشي المصالح، عدم تداخل الهيئات والاختصاصات والى اخره، فهمتيني ولا؟ والسبان والشتم. كيف كان سيكون مصير المغاربه؟ خفت وقبلت هذاك
قبلت هذاك المسار. وطبعا كنت كنشوف باللي الاخوان باغيين، فما نفعني الا قمت معنا. فلهذا، ولكن ماشي لاننا حنا دخلنا بحال هكذاك كان خاصنا نديروا داك الشيء اللي درنا، لا. شتي لو كان ما درناش داك الشيء ديال اللغه العربيه، لو كان سي سعد الدين العثماني ما وقعش على الوثيقه، لو كان ما درناش داك الشيء ديال كيف بعد هادو ثلاثه اللي معروفين، وكاين حوايج اخرين. لو كان حنا اللي وصلنا القسم الانتخابي للبرلمان فعلا، ولا حتى سي سعد الدين هو اللي قال الاخوان، قال له الا بغيتيو تصوتوا انتم ضدو صوتوا ضد، ولكن هو صفطوا والحكومه بطبيعه الحال الاغلبيه صوتت مع المعارضه، فهمتيني، ودوزوه. يعني تقولوا لي واخا هكذاك السي عبد الله نقدر نقولوا نجيبوا 13 ولا قل، جمعوا فو نجيبوا 13 ولا نجيبوا قل ولا اكثر ولا الى اخره، هادو سو سون دي ديتاي. ولكن واش غيكون راسك مرفوع ولا غتكون راسك محني؟ الحزب طاح، ماشي الحزب هزيمه، الحزب طاح طيح راسو وطيحوا الاخرين، كل واحد فهمتي، ولا كل واحد دار البركه ديالو، فهمتيني ولا. دابا كيحاول يعاود ينهض، باقي ما نهضش، ما تغتروش، باقي ما نهضش بما فيه الكفايه، ولكن مشى الحمد لله خطوات يعني كبيره الى الامام. وحنا حريصين باش نستكملوا هاد، ماشي باش نكونوا في رئاسه الحكومه، لا، باش نساهموا في الاصلاح. دابا الاخوان المواطنين دابا تيقولوا المغاربه ذاقوا خزوا محلها، كيعرفوا دابا، شافوا العداله والتنميه، وشافوا حتى العداله والتنميه في الوقت ديال سي سعد الدين العثماني، وشافوا الاحرار، فهمتيني ولا. وهاد الاحرار راه ماشي هو اللي كان مرشح باش يجي، اللي كان مرشح باش يجي هو البام. ولكن يعني تهرس البام، تهرس. قلت لهم في واحد الفيديو اعانني الله عليه فكسرته، انا الذي كسرته. ولكن بتوفيق الله، انا ما بوحدي، انا اش غنكسر؟ انا ما عندي ما نكسر. كيقولوا هذوك الاخوان ديالنا تيقولوا اللي كسرتي الحديد، انا ما كسرت لا حديد ولا غير خشبه راه نوحل معاها. ولكن هاد الاحرار هادو اللي جاو، هاد المسار اللي داروا الناس دابا عرفوهم، فهموا. خصنا حنا نكملوا الدور ديالنا. وغتقول لي السي عبد الاله وبقوا تسولوني واش الدوله باغيانا ما باغياناش، شكون الضمانه اللي عندك؟ انت ولا لا؟ كان ما حشمتش منكم، قلت لكم واحد الابيات الشعريه علمها لي واحد الباله سميتو الدكتور خليل، تعرفوا ياك؟ والنهار اللي تلاقاو قول له شنو هي الابيات اللي علمتي السي عبد الاله، وحشم يقولها، فهمتيني ولا؟ شوف اسيدي، ما تبقاش تطرح هذه الاسئله، نوض الى فيك شي ما يخدم، نوض الى فيك شي ما يجتهد، الى فيك شي ما يجري، الى فيك شي ما يناضل.